عندك صداع خفيف كده بس مستمر، بتحس بدوخة أو إغماء لو قمت فجأة، عندك ضعف تركيز وهمدان على طول، بتدخل الحمام عدد مرات قليلة ولون البول غامق، عندك إمساك مزمن أو بتدخل الحمام بصعوبة، ضربات قلبك سريعة حتى لو مش بتعمل مجهود، عندك تشنجات عضلية خصوصا فترات الليل، عندك عيون داخلة لجوه شوية، في تشققات في اللسان وصعوبة في الكلام، شفايفك ناشفة ولسانك كمان ناشف. تعرف ان كل اللي قلته لحضرتك عليه ده ومعطل وظائف الجسم علشان انت عطشان، بس انت مش حاسس ان انت عطشان، لان دي حاجة اسمها اعراض جفاف داخلي مزمن واللي بيأثر على كل وظائف الجسم. تعرف ان نقص المية في الجسم ممكن يسبب لك مشاكل في الكلى، هيقلل حجم الدم اللي موجود في الجسم، هيقلل كمان وصول الاكسجين للخلايا، هيعمل لك خلل في الاشارات العصبيه بتاعه الجسم، هيسبب لك ظهور امساك ومشاكل في القولون، هيخلي وظائفك الحيويه مش احسن حاجه، وهيخلي كمان عندك اضطراب في المزاج. قله الميه بتعطل كل الوظائف بتاعه الجسم. تعرف ان حضرتك تقدر تعيش من غير اكل لحد 70 يوم على الرغم من انك ما تقدرش تعيش من غير ميه لمده يومين ثلاثه. تعرف ايه هي الاسباب اللي ممكن تسبب لك جفاف؟ شرب القهوه على الريق، الاكلات السريعه اللي مش باخد معاها خضروات، الناس اللي مش بتعتمد او مش بتحب تاكل اي خضروات في اكلها او شربها، كمان مش بتاخد فاكهه، ان انا انسى اشرب ميه عشان انا مش حاسس بالعطش او متجاهل احساسي بالعطش، ان انا اعتمد على العصاير الفريش او العصاير المعلبه اللي بتديني ترطيب مش حقيقي. ايه الاكل اللي ممكن اخده يرطب جسمي؟ اول حاجه الخضار المائي، زي الخيار زي الكوسه زي الجرجير زي الخس. تاني حاجه الفواكه المرطبه، زي العنب زي البطيخ زي البرتقال زي الفراوله. تالت حاجه الزبادي كامل الدسم والميه اللي بتكون موجوده جوه جوز الهند او لبن جوز الهند لو متوفر. اخيرا ان انا اخد شوربه خضار او شوربه عدس مع الاكل بتاعي. ايه الحاجات الممنوع ان انا اعملها عشان اسيطر على الجفاف اللي موجود في جسمي؟ اول حاجه ان انا اخد كافيين بكميات كبيره خاصه على الريق. تاني حاجه ان انا اشرب مشروبات غازيه بكميات كبيره. تالت حاجه ان انا اخد سكريات كتير او املاح كتير وده شامل المخللات والصوصات. رابع حاجه الاكل الجاف اللي ما بيكونش معاه شوربه او ما فيش معاه خضروات. خامس حاجه الاعتماد على العصاير المعلبه اللي بتديني ترطيب مش حقيقي. واخيرا ان انا اتجاهل الشعور بالعطش، ان انا ابقى حاسس ان انا عطشان وما اشربش او انسى ان انا اشرب ميه. ايه بقى الخطه بتاعتنا عشان نسيطر على الجفاف؟ اول حاجه اول ما تصحى من النوم خد كوبايتين ميه، اعمل حسابك تاخد في السناك بتاعك فاكهه مع مشروب زي كوبايه لبن. لازم تخلي وجبه الغداء بتاعك فيها خضار مطبوخ او فيها شوربه، وتاخد مع الفطار او مع العشاء خضروات تاكلها جنب الاكل عشان ترطب جسمك. مهم كمان ان انت تاخد مع كل اذان كوبايه ميه. مهم كمان ان احنا قبل ما ننام ناخد كوبايه ميه او كوبايه بابونج دافيه. لازم تتاكد ان انت شربت اثناء يومك مش اقل من 8 كوبايات ميه، وتزودهم في ايام الحر الشديد وفي ايام التمارين. جفاف الجسم مش بس عطش، هو ضعف وقله تركيز وصداع وتوتر وتعب مستمر. جسمك بيصرخ وانت مش حاسس. كل خليه في جسمك محتاجه ميه عشان تشتغل بشكل كويس. ابتدي من النهارده اشرب ميه وكل خضار يرطب جسمك. قول لنا بقى لو بتنسى تشرب ميه، وقول لنا بتاخد كام كوبايه ميه في اليوم.